اللايف. ماشي كريم، ماشي مرعب، اتبعتنا، اتدمرت. ماشي كريم شيلوا عليكم من عليا، فرحي باظ. اتبعتنا ويا ريت. بسم الله الرحمن الرحيم كده ومساء الفل. فرح كروان مشاكل باظ. اللهم لا شماتة، لا بنحب نشمت في حد ولا بنحب نفرح في حد، وربنا يفرح الجميع يا رب. اسكان ده حق، اسكان ده حق، فربنا يفرح الجميع. واسكان للترند زي ما احنا شايفين من بدايه الموضوع ان هو معمول للترند ومعمول للشوق، فهو ترندك وصل للعالم كله، لدرجه ان في واحد قاعد معايا النهارده من البلد اللي انا فيها ده بيقول لي ايه العبث اللي بيحصل في مصر ده، وايه الترندات اللي شغاله دي، ومصر وصلت للمرحله دي ازاي. فانا حابب اقول لك يا كروانه مشاكل، انت دمرت سمعتنا انت واللي شبهك، اقسم بعز جلاله الله دمرت سمعتنا قدام الناس. مصر عمرها ما كانت بتظهر بالمنظر ده، ومصر عمرها ما كانت بالشكل ده، ولكن انت واللي شبهك بسبب الترندات وصلتونا في حته احنا مش عايزينها، وحته ما كانش نفسنا ان احنا نوصل لها بسببك انت. ما هو انت لما تطلع يا عم كروان قبل الفرح بشهر وتقول فرح وفرح وفرح وفرح، وتفضل تدعي الفرح، وبعد كده ترجع تقول انا مش عازم الناس، وبعد كده تقول لك مكان الفرح اتسرب والناس تتلم ويتلم اللي شبهك اكتر من 20 30 الف بني ادم عشان خاطر فرح، ويتكسر الفرح على دماغك ودماغ اللي جابك، يبقى انت السبب في كده وانت سبب في الشو. لما تطلع وتقول انا جايب جزمه للفرح ب 30,000 جنيه، يبقى انت بتعمل بلبله وبتعمل شوق في مصر عشان خاطر تكمل الترند. لما تاخد عروسه بدون كتب كتاب يبقى انت برضه بتعمل بلبله وبتعمل شوق وبتعمل ترند. لما ابو العروسه يندى عليها في الميكروفون في الفرح يقول لها يا بنت الكلب هات امك وتعالي واحنا ما عندناش افراح، يبقى ده معمول للترند ومعمول للشوق. لما تفتح لايف يا كروان بعد الفرح بنص ساعة وتلم في اللايف ده أكتر من 1,000,000 جنيه، يبقى ده معمول للترند ومعمول للشو. لما تفتح لايف وتعيط قدام الناس بدون دموع وتقول أنا عربيتي اتكسرت، يبقى ده معمول للترند وللشو. لما تفتح لايف وأنت بتعيط برضه نفس العياط وبتقول للأستاذ محمد عادل إمام يا أستاذ محمد عادل إمام أنت السبب في تكسير سيارته وأنت السبب في العدد المهول ده، عشان خاطر منزل لك ستوري عنده إن فرح كروان مشاكل. فما ترجعش بقى تعيط لما الشرطه تيجي لك النهارده الصبح وتاخدك بسبب اللي انت عملته ده، وبسبب الشوق وبسبب الترند اللي خليت الصفحات السياسيه اصلا تتكلم عليه ويقول لك فرح كروان باظ وفرح كروان اتدمر. انت يا ابني اقسم بالله اللي وصلت نفسك لكده من البدايه. اللي عايز يفرح بيفرح، لو في اوضه في عشه هيفرح، واللي عايز ما يفرحش مش هيفرح حتى لو فيه. فانت لو وصلت نفسك لكده من بدايه الموضوع، وكلنا عارفين اللي هو ترند وعارفين اللي هو شوق وعارفين دخلتك على عيال شعبان عبد الرحيم برضه ترند وشوق ليهم وليك انت كمان، مش ليهم وليك انت بس. ومن بدايه الحوار برضه في بلبله وفي كلام كتير وكروان. فانت في الاول وفي الاخر هتشوف ايام سودة الايام اللي جايه دي بسبب اللي انت عملته ده.